اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس في البيت. لو لسه ما بتعملوش الفول في البيت لازم تجربوه، احلى وانضف بكتير من الفول المعلب. النهارده انا هعمل مقدار 2 كيلو من الفول. انا بحب اعمله بكميه كبيره لانه طبعا بياخد وقت كتير على النار. اهم حاجه وانتوا بتختاروا البراند بتاع الفول يكون الفول لونه فاتح ويكون التاريخ بتاعه حلو علشان ما يكونش مركون. على مقدار ال2 كيلو هنحتاج كوباية كبيرة من العدس الأصفر وكوباية كبيرة من الفول المدشوش غسلناهم من غير ما ننقعهم. هنحتاج عصير ليمونتين وكمان هنحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنغطي الفول بتاعنا تقريبا ضعف كمية الفول، هنحطها مية مغلية ونبتدي ناخده على نار عالية لغاية ما الفول يبتدي يغلي ونشيل كل الريم الأبيض اللي بيطلع. بعد كده هنهدي النار على أهدى حاجة خالص، ومفروض إنه بيقعد من 6 ل7 ساعات على النار. لازم الفول يبقى دايما متغطي بالمية علشان ما يغمقش. لو المية قلت بنزود مية مغلية. بعد 6 ساعات ونص انا خدت كده حبيتين من الفول عشان اختبرهم، لو لقيتوه مستوي حلو والقشرة بتاعته دايبة خلاص بنطفي عليه. اهم حاجة نقلبه تقليبة حلوة علشان العدس والفول المدشوش بيكونوا خلاص استووا ودابوا خالص علشان يتقلوا المية بتاعة الفول. نجهز طبق فول حلو بقى نهرسه بالشوكة كده شوية، ولو بتحبوا تنعموه خالص بالهاند بلندر براحتكم. والمية بتاعة الفول كل ما بيبرد بتلاقوها بتتقل من النشا اللي كان في العدس والفول المدشوش. للدقة بتاعة الفول هنحتاج بقى 4 معالق من زيت الزيتون، معلقتين طحينة، معلقتين عصير ليمون، ملح وفلفل اسود، كمون وكزبرة وشطة، شوية بقدونس مفروم وفصين توم مفرومين. هكتب لكم كل المكونات تحت الفيديو. الكمية دي من الدقة هتقضي تقريبا 3 مرات. يعني نجهز شوية كده لطبق الفول والباقي بنشيلهم في التلاجة لأي مرة تانية تحبوا تعملوا طبق فول. خلطة الدقة دي بتخلي الفول بتاعنا طعمه حلو وخفيف في نفس الوقت. جربوا تعملوا الفول المدمس في البيت، طعمه بيبقى حلو طبعا، انضف بكتير من المعلب، بيبقى فيه مواد حافظة كتير. وما تنسوش تعملوا جنبه خلطة الدقة دي. تحت الفيديو كمان هحط لكم لينك فيديو الطعمية لو حابين تعملوا الطعمية في البيت. لو عجبكم فيديو النهاردة قولولي رأيكم في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.